السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة دروس كمبيوتر. ما زلت مكمل معاكم في شرح منهج كمبيوتر لميدل 3، ومعادنا دلوقتي مع تشابتر 3 لوبينج اند بروسيجر. شرحت خلاص الجزء الأول اللي هو خاص باللوبينج. النهاردة بقى هكمل لكم شرح الجزء الثاني اللي هو البروسيجرز. كلمة بروسيجرز بالعربي يعني إجراءات، وبروسيجرز عندنا في الفيجوال بيزك او في البروجرامينج عموما كونسبت عباره عن set of commands and instructions under a name can be recalled by that name. بمنتهى البساطه البروسيجر هو عباره عن الاجراء ده بيبقى عباره عن commands and instructions، مجموعه من الاوامر أو اللي هي اكواد. يعني الاكواد دي ان انا بعمل لها سيف او بحفظها باسم معين. واهم حاجه او اهم فايده بتعود عليا من استخدام او انشاء البروسيجر هو ان انا اقدر اعمل له حاجه اسمها ريكول معناها اعاده استدعاء، او ان انا اقدر استخدمه اكتر من مره داخل البروجكت بتاعي او داخل اي بروجكت انا بعمله. هو ميزته حلوه جدا ان انا مثلا دلوقتي هفترض ان انا عندي كود ده مثلا هفترض يعني 50 سطر كود. فال 50 سطر دولت انا لقيت نفسي ان انا محتاج ان انا اكتبهم اكتر من مره داخل البروجكت. فبدل ما في كل مره ان انا اكتب ال 50 سطر كود او حتى اعمل كوبي وبيست، لا، الفكره ان انا ممكن طالما الكود هستخدمه اكتر من مره ممكن احفظه داخل حاجه اسمها بروسيجر، احفظه باسم معين في اي مكان داخل البروجكت محتاج انفذ الكود ده. بدل ما اكتب الاكواد هشاور على اسم البروسيجر هو ينفذ لي الكود اللي جواه. بس ده بمنتهى البساطه دي اهميه البروسيجر. واي بروجرامر سواء بالفيجوال بيزك او باي لغه برمجه تانية ما يقدرش يستغنى عن البروسيجر لانها فعلا بتوفر يعني وقت ومجهود كبير جدا. فده تعريف البروسيجر. زي ما شايفين بيقول لي عشان كده تقدر تستخدمه لو انت frequently used، يعني ان انت تقدر تستخدمه اكتر من مره داخل البروجكت بتاعك. طيب احنا عندنا بقى لما بنيجي نتعامل مع البروسيجر هنبص هنلاقي ان البروسيجر ذات نفسه في منه نوعين. النوع الاول اسمه سب بروسيجر، والنوع الثاني اسمه الفانكشن. يبقى احنا عندنا البروسيجر سب وفانكشن، الاثنين نفس الكونسبت، الاثنين بيأدوا نفس الغرض. الاثنين عباره عن يعني زي كونتينر او حاجه كده بعملها بسيف جواها كود معين واحفظه باسم معين واقدر استدعيه اكتر من مره. الاثنين نفس الكونسبت. الفرق الاساسي ما بينهم ايه؟ الفرق الاساسي ان بيقول لي ان السب doesn't return a value، انما الفانكشن بيريتيرن ا فاليو. ودي كلمه السر ما بينهم، ودي دايما اللي بيتك عليها او دايما يعني ايه الحته دي عشان هي مميزه فدايما بيحب يجيبها في الامتحان عشان خاطر يشوف انتوا فاهمين الفرق ما بينهم ولا لا. فاهم حاجه تبقوا عارفينها الفرق ما بين السب والفانكشن. واكتر حته بيجيبها في الامتحان في الاختلافات ما بينهم هو ان السب مش بتريتيرن فاليو انما الفانكشن بتريتيرن فاليو. يعني ايه الكلام ده؟ السب انا ممكن اكتب جواها كود يعمل اي حاجه. ممكن اكتب جواها كود يظهر مسج بوكس او يظهر مسج يرحب باليوزر، دي تعتبر مش فاليو، مجرد بس حاجه كده بظهر رساله. ممكن اخليها تعمل مثلا كونكاتينيشن بتوين فيرست نيم لاست نيم، فهي كده مش بريتيرن فاليو، انا بخليها تعمل يعني زي اوبريشن معينه. لكن الفانكشن هي برضو عبارة عن كود بحفظه باسم معين، لكن دايما الفانكشن بستنى منها فاليو. يعني مثلا اخليها ايه، تجمع رقمين وتجيب التوتال بتاعهم، اخليها تحسب الافريج، اخليها مثلا تحسب. ففي الغالب الفانكشن بستخدمها عشان اعمل كالكوليشنز او مثلا ايكويشنز معينه، واللي هفترض الايكويشنز ديت مثلا طويله شويه، فبدل ما اقعد اكتبها كذا مره لا انا بعملها وبحفظها داخل الفانكشن فتريتيرن فاليو. فده الفرق ما بين الاثنين. تعالوا نبدا مع بعض باول نوع من انواع procedures اللي هو السب procedure. فبيقول لي declaration of sub procedure. انت عشان تديكلير sub procedure ده الجنرال سينتاكس بتاعه ان انت بتبدا بكلمه sub، يبقى هو كده خلاص الفيجوال بيزك عرف ان انت محتاج تكريت sub procedure او procedure من النوع اللي هو sub. بتدي له اسم معين، و between brackets بتديفاين ما يسمى بالبارامترز. كلمة parameters اللي هي بالعربي كده زي متغيرات او ممكن نقول عليها معطيات. دي values ممكن استخدمها وانا بريكول او انا بعمل كولينج للسب بروسيجر عشان خاطر اغير الاتيتيود بتاع البروسيجر وهي بتشتغل. ازاي هنفهمها واحنا بنطبق بشكل عملي؟ فالبارامترز حاجه من الحاجات المهمه وانا بديكلير السب بروسيجر. وبعد كده ده الكود اللي هيتنفذ لما اعمل كول او استدعاء للبروسيجر، وفي النهايه اند سب. تمام. وتحت بيشرح لي الكومبوننتس بتاعت السينتاكس بتاعي. طيب عشان نفهم الكلام ده تعالوا ناخد اكسرسايز او ناخد اكزامبل على الكلام ده.
دلوقتي انا عندي الفورم ده، هبص هلاقي ان انا عندي تو كوماند باتونز، كوماند باتون مكتوب عليه even numbers، كوماند باتون مكتوب عليه odd numbers، وفي عندي ليبل اللي هو اسمه ليبل 1. طيب انا بروجكت او اكسرسايز سريع كده اخدناه اكتر من مره قبل كده، فبالتالي اعتقد ان هو هيبقى سهل بالنسبه لكم. انا دلوقتي عايز اكتب كود وليكن مثلا داخل الاود نمبرز، بحيث ان انا لما اضغط على الكوماند باتون يظهر لي الاود نمبرز from 1 to 10 في الليبل. اظن سهله، يعني درسناها كذا مره عن طريق اللوب. فانا هضغط دبل كليك على الكوماند باتون، وهاجي اقول له dim مثلا I as integer، وبعدين فاكرين الامر اللي هو بيعمل كلير للكنترول، بس هنا الكنترول عندي ليبل، فهضغط على اسم الليبل ليبل 1 دوت تكست ايكوال دبل كوتيشن دبل كوتيشن، وبعد كده باستخدام جمله على سبيل المثال for next، فهقول له for I equal 1 to 10. طبعا هنا انا عايز اظهر الاود نمبر، فهقول له ايه؟ فهقول له step 2. تمام. وبعدين هقول له me dot label 1 dot text equal me dot label 1 dot text concatenated. المره دي بقى حاجه جديده كده، ان انا هخليه concatenate مع سبيس، يعني هعمل علامه دبل كوتيشن، لان السبيس بتعامل معامله الكاركتر زيها زي اي كاركتر، فهعمل دبل كوتيشن سبيس دبل كوتيشن، وبعد كده علامه الكونكاتينيشن او الامبرسنت، وبعد كده الفاريبل بتاع الاي. فالكود دوت هو هيعمل ايه؟ هيظهر النمبرز from 1 to 10 ولكن in odd sequence. فلما هرن الكود وادوس على الاود نمبرز، هبص الاقي بالفعل ايه؟ ظهر ال 1 3 5 7 9 تمام في الليبل. طيب عايز نفس الامر انفذه، ولكن فين بقى؟ ولكن في الكوماند باتون بتاع مين؟ بتاع الايفن نمبرز. طيب فاكرين لما كنت بكتب الكود مره اقول لكم ايه؟ حاولوا ان انتوا تعملوه مره تانية، فنبص نلاقي لما بنيجي نكتبه ببص الاقي ان هو نفس الكود، كل اللي بتغير حاجه واحده بس، ايه هي؟ ان انا بغير بس الستارت فاليو، ان هي بدل ما هتبدا ب1 هخليها تبدا ب2، لان الايفن نمبرز هتبدا ب2 وبعد كده ازود عليها 2 تبقى 4 لغايه ما اوصل ل 10. مظبوط. طيب فبالتالي هتلاحظوا ايه؟ هتلاحظوا ان انا دلوقتي عشان اكتب كود داخل الايفن نمبرز هبص الاقي ان انا محتاج اكرر كل الكود ده مره تانية، صح؟ طبعا ممكن حد يقول لي ايه؟ لا، ما انا ممكن اخد ديم اي از انتجر دوت واحطه فوق. ماشي، بس يعني ايه؟ بس هنا هلاقي ان في كود هيتكرر. طبعا انتوا ممكن برضو تقولوا لنفسكم يعني انا شايف ان الموضوع يعني مش كبير، يعني دول سطرين او ثلاثه. لا، في الريل لايف سيناريوز ان شاء الله لما ربنا يكرم اي حد فيكم ويشتغل بروجرامنج بايده، انتوا ممكن بقى تتعاملوا مع اكواد مش بثلاث اربع سطور، لا ممكن ب 30 40 سطر. فبالتالي فكره التكرار بتاعه الكود دي احيانا بتبقى يعني ممكن تعمل هيدك بالنسبه للبروجرام. فحل بقى هو زي ما اتفقنا ان انا بعمل ستور للكود اللي انا محتاج اكرره داخل بروسيجر سواء سب او فانكشن، تمام، واعمل له كولينج اكتر من مره داخل البروجكت. فتعالوا نشوف الكونسبت ده هنعمله ازاي. عشان اعمل الكلام ده انا هاجي فوق خالص داخل الابر نيم سبيس اللي هو البابليك كلاس اللي فوق خالص ده، واروح جاي كاتب ايه؟ واروح كاتب كلمه سب. تمام. وهكتب اسم البروسيجر بتاعي اللي هو هيبقى show even or odd. يعني ده اسم السب، ان انا من اسمه كده باين ان انا هظهر سواء even numbers او odd numbers. تمام. طيب واتفقنا مع بعض ان انا بعد كده بفتح parentheses او البراكتس يعني، وبديفاين الايه؟ بديفاين البارامترز. طيب هفترض ان انا ما اعرفش يعني ايه بارامترز لغايه دلوقتي، فهسيب الاقواس او البراكتس فاضيين، وبعد كده هدوس انتر. تمام. فهتبص هتلاقي انه قفل الكونتينر بتاعي او قفل السنتكس بتاعي بايه؟ باند سب. طيب هروح انا بعمل ايه؟ هروح انا واخد الكود ده كله، هروح واخد الكود ده كله كده واروح حاطه بتوين الايه؟ بتوين السب والاند سب. يبقى انا الكود ده بدل ما خليته كده يبقى مكتوب داخل السب بتاع باتون 2، لا انا خليته مكتوب داخل بروسيجر جديد اسمه show even or odd. جميل. طيب انا بقى دلوقتي الكود ده محتاج انفذه ايه؟ محتاج انفذه مره على مستوى الاود نمبرز، ومره على مستوى الايه؟ ومره على مستوى الايفن نمبرز. بصوا بقى الروعه، ان انا دلوقتي خلاص كتبت الكود وحفظته داخل بروسيجر سميته show even or odd.
فكل اللي انا هعمله ان انا لما هاجي دبل كليك على البطن بتاع اللي هو الاود نمبرز، انا مش محتاج اكتب الكود ده كله، لا انا هشاور بس على اسم البروسيجر اللي انا كريته اللي هو اسمه ايه. مجرد ما هكتب اس اتش هتبص الاقي ظهر معايا شو ايفن اور اود. تمام. واروح ايه فاتح البراكتس واقفله، لان طبعا بالرغم ان مفيش بارامترز بس لازم افتح البراكت واقفله. وبالمثل فين؟ وبالمثل في الايفن نمبرز، فدبل كليك على الايفن نمبرز هقول له برده انا عايز استخدم نفس الكود اللي هو ايه شو ايفن اور اود، صح كده؟ فهتبص هتلاقوا الروعه بقى ان انا ممكن اروح مشاور على اسم البروسيجر ده 50 60 مره، مش هكتب الاكواد اللي جواه، مجرد ما اشاور على اسم البروسيجر هو بينفذ كل الكود اللي جواه دوت. تمام. طيب فتعالوا نجرب كده ان انا دلوقتي لما هرن لما هرن الابلكيشن، لما هدوس على الاود نمبرز هيجيب لي الاود نمبرز، ولما هدوس على الايفن نمبرز جاب لي برضو الاود نمبرز. انا هنا بقى ايه جميل، يعني ايه استفدت من حته، بس في حاجه كده مشكله ما زالت موجوده معايا، هي ان الكود بالرغم ان انا يعني استفدت من فكره ان انا ما كتبتهوش كذا مره، لكن هلاقي ان احيانا انا مش عايز انفذ الكود بحذافيره في كل مره برن الكود، لا انا ببقى محتاج اغير في حاجه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي الكود ده هو مناسب جدا لو انا عايز استخدمه داخل البطن بتاع الاود نمبرز، صح كده؟ يعني انا هنا برضو ايه عشان الدنيا تبقى واضحه، فاكرين لما كنا بنعمل REM عشان خاطر اكتب كومنت، فهنا مثلا شو هكتب شو اود نمبرز عشان ابقى فاهم ان السطر او البطن ده او الكود اللي داخل البطن ده بتاع الاود نمبرز، ماشي. وهنا هكتب REM. طيب فهنا الاود نمبرز، انا هنا الكود ده مناسب لو انا عايز استخدمه داخل البطن بتاع الاود نمبرز، لكن مش مناسب لو انا عايز استخدمه داخل الايفن نمبرز. ليه؟ لان هبص على ان الستارت عندي بادئه من 1. تمام. لكن انا الكود ده لو عايز انفذه داخل الايفن فالستارت المفروض تبدا من 2. طب ايه الحل بقى؟ هل هعمل بروسيجر تاني؟ لا انا كده ما استفدتش حاجه. لا، في حل جميل جدا. طالما ان الفاليو دي انا محتاج اغيرها في كل مره بستخدم او بعمل كول للبروسيجر، يبقى بدل ما اخليها ابسوليوت نمبر او ابسوليوت فاليو، يعني فاليو يعني زي ما هي كده، لا انا هتعامل معاها كحاجه اسمها بارامتر او فاريبل. يعني ايه؟ يعني انا هثبت الكود زي ما انا كاتبه كده، بس الفاليو دي مش هثبتها كده نمبر 1، لا انا هخليها فاريبل اليوزر يغيره في كل مره بيرن الايه، بيرن الكود. فلو عايز يرن او عايز يشو الاود نمبرز يخلي الفاليو بتاعتها 1، عايز يشو الايفن نمبر يخليها 2. تمام. فبعملها ازاي؟ اتفقنا مع بعض ان انا وانا بديفاين او انا بديكلير السب في بعد اسم السب ممكن بتوين البراكتس بديفاين الايه، بديفاين البارامتر. فهنا هروح مديفاين بارامتر بعد اسم البروسيجر هسميه ستارت، وهديله داتا تايب ايه على حسب الداتا تايب اللي انا هستخدمها داخل الكود. مش انا دلوقتي البارامتر ده انا عامله عشان استبدله مكان الستارت فاليو اللي بعد الفاريبل اللي هو بتاع اللوب. حلو. طب الفاريبل ده او الرقم ده او الفاليو دي هتبقى ايه؟ هتبقى نمبر. خلاص يبقى انا هقول له as مثلا integer. تمام. يبقى انا دلوقتي عرفت variable اللي هو start للبروسيجر اللي اسمها شو even or odd. طيب واللي انا هعمله بعد كده ان انا هقول له for i equal مش equal 1، لا equal الفاريبل او البارامتر اللي اسمه ايه، اللي اسمه start. تمام. هتلاحظوا بقى ان انا لما جيت عدلت في الكود الخاص بالبروسيجر هبص الاقي عمل لي خطوط تحت اسامي او اسم البروسيجر لما استخدمته تحت، لان كده خلاص انا المفروض ان البروسيجر ده بقى مستني مني بارامتر وانا تحت ما شاورتش على البارامتر. طيب دلوقتي بقى بعد ما اشاور على اسم البروسيجر لازم اديفاين بارامتر. طيب المفروض ان البروسيجر دي انا هستخدمها داخل البطن بتاع الاود نمبر، يبقى المفروض الستارت فاليو كام؟ خدوا بالكم ان انا بصوا مجرد ما فتحت قوس هتبص هتلاقوا في سكرين تيب ظاهره كده بيقول لي ستارت از انتجر، يعني انا مستني منك بارامتر اسمه ستارت والداتا تايب بتاعته انتجر. طيب المفروض ان انا دلوقتي لما اجي وكاني بستخدم الكود او انا بريكول الكود ده، طب انا بستخدم الكود او بعمل له كولينج داخل البطن بتاع الاود نمبرز، يبقى المفروض لو انا عايز اريتيرن الاود نمبرز يبقى الستارت فاليو تبقى بكام؟ تبقى ب1، يبقى هعوض عنها او مكانها ب1. طيب الايفن هعوض مكانها بكام؟ هعوض مكانها ب2. شايفين الروعه؟ فالفكره ان انا كاني عملت ايه هنا، كاني استدعيت الكود ده كله بس قلت له شيل لي كلمه ستارت وحط لي مكانها رقم 1، فهيرن الكود
بي اي ايكوال 1. هنا كاني شاورت على لما شاورت على اسم البروسيجر هنا كاني استدعيت الكود ده كله، بس قلت له من فضلك شيل لي كلمه ستارت او الفاريبل بتاع ستارت وحط لي مكانها 2. تمام. فهتبص هتلاقوا هنا بقى الكود هيشتغل بنفس الاسلوب، ولكن الفرق ان هو لما هشاور على الاود نمبرز هيجيب لي الاود نمبرز، الايفن نمبرز هيجيب لي الايفن نمبرز. ده حصل ازاي؟ حصل نتيجة استخدام ما يسمى بالبارامتر. فدي فكرة البارامتر، ودي اهمية استخدام البارامتر داخل البروسيجر. فزي ما انتم شايفين هنا بيشرح لي الكود بالتفصيل. تمام. قبل ما نروح للنوع الثاني اللي هو الفانكشن، في تو نوتس مهمين جدا وبيجيبهم اسئله في الامتحان، وعشان هم مستخبيين كده فكتير من الطلبه ما بيعرفوش يجاوبوا على سؤال. فسؤال ساعات بيجيبه كتير جدا في الامتحان، بيقول لي in the procedure declaration we can use more than، حتى عاملها لي بولد كده بينبهني ان هي حاجه مهمه، more than one parameter. فالسؤال ده بيجي ساعات كتير جدا مثلا صح وغلط. الحاجه الثانيه بيقول لي when the procedure is recalled we determine the value of the outside procedure called argument. الفاليو اللي انا بعمل لها define وانا بريكول البروسيجر اللي هي بين قوسين دي اسمها argument. هي وانا بديكلير البروسيجر اسمها parameter، لكن وانا بستخدمها او انا بستدعيها اسمها argument. زي ما انتوا بتعملوا في الماث كده، ما الماث برضو انتوا بيبقى عندكم equations او عندكم معادلات بيبقى ليها حاجه اسمها arguments اللي هي بالعربي يعني معطيات. فالارجمنت هو الفاليو اللي انا بعوض عنها وانا بستخدم او انا بعمل كل البروسيجر. الخلاصه يعني ان الارجمنت هو البارامتر والبارامتر هو الارجمنت. فلو جات لكم في الامتحان برضو صح وغلط، الاجابه صح لو شاور على كلمه ارجمنت اللي هي الفاليو اللي انا بعوض مكانها. ماشي. ده كده بالنسبه للبروسيجر. يعني ان شاء الله يكون سهل جدا مفيهوش اي مشكله. نروح بعد كده للفانكشن. الفانكشن نفس الكلام، هتبص هتلاقوا ان الديفينيشن بتاعه ان هو بيقول لي is a set of commands under a particular name that should express its tasks it's applied to parameter. اللي هو بس الفرق زي ما شايفين ان هو في النهايه بيقول لي returns a value. طيب ده كده الجنرال سينتاكس بتاعه، ان انا ببدا بكلمه فانكشن. طبعا هناك كنت ببدا بسب، هنا هبدا بكلمه فانكشن، بعد كده الفانكشن نيم زي ما كان هناك السب نيم، برضو between brackets parameters as data type. as data type لان الفانكشن المفروض انها بتريتيرن فاليو، فطالما بتريتيرن فاليو لازم احدد الداتا تايب بتاعه الفاليو اللي هي بتعمل لها ريتيرن، وبعد كده الكود اللي هيتنفذ، وبعد كده كلمه ريتيرن والفاليو اللي هترجع. يعني انا مثلا دلوقتي عامل الفانكشن دي انها مثلا هتجمع او هتعمل addition between two numbers، فيبقى return value يبقى دي الفاليو اللي هي عباره عن السم. طب انا عامل الفانكشن دي عشان تكالكوليت الافريج مثلا فور مثلا 3 numbers or 5 numbers، فهنا برضو اقول له return الافريج وهكذا. يبقى return دي الفاينل فاليو اللي انا مستنيها من من الفانكشن. وفي النهايه بقى كلمه في النهايه كلمه end function. فبيديني برضو بيشرح لي الكلام ده بالتفصيل. هنا بقى بيديني example ان انا مثلا دلوقتي عايز اعمل فورم. الفورم ده هيعمل sum between two numbers، العدد الاول او الفيرست نمبر second number. الباتون هيبقى عليه علامه equal، ده اللي هيبقى جواه الكود. مجرد ما هضغط على الباتون هيحسب لي النتيجه ويظهرها فين؟ ويظهرها في الليبل. طيب تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. زي ما شايفين ده الفورم اللي فيه first number second number، الباتون مكتوب عليه علامة الايكوال، بعد كده الريزلت هيظهر في الليبل ده اللي هو ظاهر عندي كده في البروبرتيز ويندو باسم ليبل 4. طيب انا دلوقتي محتاج اكريت فانكشن على مستوى الكلاس بتاعي، وبعد كده هستخدم الفانكشن داخل الباتون. فانا عشان اعمل الكلام ده هختار الفورم ذات نفسه، هدوس كليك في اي مكان فاضي داخل الفورم واضغط على زرار F7، ده بيفتح لي الكود ويندو. بعد كده هروح قايل له لو سمحت انا عايز اكريت فانكشن. الفانكشن دي هسميها sum، وهفتح براكتس وهكتب first مثلا num as، خليه as single على اساس ان انا ممكن اجمع decimal numbers، كوما second num as single. وبعدين بقى هقفل البراكتس. خدوا بالكم ان دلوقتي الفانكشن دي هتسم تو نمبرز اللي هو الفيرست نم والسكند نم، الاثنين داتا تايب بتاعتهم سنجل، وبالتالي يبقى الريزلت المفروض يبقى سنجل. ففي النهايه هقول له از از سنجل اللي هي الداتا تايب بتاعت الريزلت اللي هترجعها الفانكشن. بعد كده اروح قايل له اروح دايس انتر. هنا بقى هروح معرف variable هسميه dim total as single. طيب التوتال ده
هو عبارة عن equation هتعمل sum between الفيرست num plus السكند num. ها كده انا خلصت؟ لا، فاضل لي حاجه، عشان كده هتلاقوا في خط اخضر تحت end function، ان انا لازم في النهايه بعد ما بخلص العمليه الحسابيه بحدد هي الفانكشن دي هتريتيرن ايه. فانا محتاج ان الفانكشن دي هل هتريتيرن الفيرست نم ولا سكند نم ولا توتال؟ لا، هتريتيرن التوتال. فهقول له ان الفانكشن دي هتريتيرن التوتال. مجرد ما هكتب ريتيرن توتال واطلع بره الجمله هتبص هتلاقوا الخط الاخضر ايه اتشال. فكده انا عملت ايه؟ عملت فانكشن. الفانكشن دي كتبت جواها كود. الكود ده عباره عن عمليه sum between two numbers، واحد سميته first num والتاني سميته second num. طيب انا محتاج بقى ايه؟ محتاج استدعي الفانكشن داخل البطن بتاع علامه الايكوال ده. هروح دايس عليه دبل كليك. خلاص. هل بقى محتاج اكتب الكود ده كله؟ لا. ما هو دلوقتي ما هو البطن ده عشان يحسب اللي هيتكتب هنا مع اللي هيتكتب هنا، فبالتالي المفروض هيعمل عمليه sum. لا، انا كده كده عمليه السم جاهزه عندي جوه في ايه؟ جوه الفانكشن. لكن ناقص حاجه بس، ايه هي؟ ان انا محتاج اربط كل تكست بوكس من دولت بفاريبل. تمام. فهعملها ازاي؟ هنا هعرف تو فاريبلز، هقول له ديم اكس واي الاثنين السنجل. ماشي. طيب الاكس ايكوال مي دوت تكست بوكس 1 دوت تكست، وواي equal me dot text box 2 dot text. بعد كده بقى انا محتاج دلوقتي خلال الليبل ده اللي هو ليبل 4 اظهر ناتج الفانكشن. فانا راح قايل له ايه؟ me dot label 4 dot text equal، واروح مش هقول له بقى على اسم الايه؟ اسم الفانكشن اللي اسمها sum، واروح فاتح براكتس. بصوا مجرد ما هفتح براكت هتبص هتلاقي بيقول لي ايه؟ انا مستني منك argument اسمه first num، تمام، وارجمنت اسمه سكند نم. طبعا الفيرست نم اللي هو هشاور له على الفاليو بتاعت الاكس اللي هو عباره عن الفاليو اللي هتتكتب داخل تكست بوكس 1، وبعدين هعمل كوما واشاور له على الفاريبل الخاص بالواي اللي هو عباره عن الفاليو اللي هتتكتب داخل تكست بوكس 2، واروح قافل الايه؟ قافل البراكت. شايفين يا جماعه الروعه؟ طبعا برضو ممكن حد يقول لي ايه، انا ما حسيتش بانجاز قوي. ارجع اكد عليكم ان الفكره ان في الريل لايف انت ممكن يبقى الفانكشن دي جواها 50 60 سطر كود، فبدل ما هتكتب ال 50 60 سطر كود، لا، انت مجرد ما شاورت على اسم الفانكشن وشاورت على الارجيومنتس بتاعته خلاص، وممكن تستخدمها 20 30 مره داخل البروجكت بتاعك. تمام. تعالوا كده نجرب. هدوس ران للابلكيشن وهكتب اي رقمين، وليكن مثلا 48 وهنا مثلا 12، فهقول له ايكوال يقول لي 60. ماشي يا جماعه؟ ده كده بمنتهى البساطه استخدام الايه؟ استخدام الفانكشن. فهنا بقى بيشرح لي الكود بالتفصيل. كده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو ده، وكده نكون خلصنا سوا تشابتر 3. اتمنى لكم كل التوفيق والاستفاده، ونتقابل على خير بقى في فيديو جديد هشرح لكم فيه اخر تشابتر عندنا في منهج الترم الثاني الخاص بميدل 3، اللي هو بيتكلم على موضوع مهم جدا. استنوني فيه بقى في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.